حضرتك تعرف عليك؟ أنا أبو روماريو، هنا في المنطقة من سنة 79. عارف المنطقة كلها ومؤسس الأماكن المحلات وبتاع التجارية. أهلا بيك يا أبو روماريو. حضرتك إحنا برنامج الشارع وبنسأل أسئلة. السؤال بتاع النهارده بنسأله للناس، عايزين نعرف أغرب حالات الفركشة في الخطوبات اللي عدت على حضرتك. والله كمثل يعني بسيط، ومرة واحد راح يخطب خطيبته، فالمفروض أوضة النوم على العروسة، فجاية تطلب أم العروسة تطلب المرتبة بتاعت أوضة النوم من العريس. فدي كانت مفاجأة للكل، يعني إن ده نظام المفروض أوضة النوم بتيجي كاملة، فلا إزاي إن أنا مثلا أجيب لها مرتبة؟ فكان دي سبب رئيسي في تشكيلة الخطوبة. دي كانت مفاجأة بالنسبة لي يعني، وبالنسبة للجماعة اللي كانوا معايا. حاجة غريبة جدا إن تلاقي مرتبة أوضة النوم على العريس، وهي المفروض أوضة النوم كاملة بتيجي على العروسة. ازاي ان انا اجيب لها مثلا المرتبه بس؟ ازاي؟ المرتبه اوضه النوم بتيجي كامله. يعني اوضه النوم على العروسه؟ بتبقى على العروسه بالنسبه للاخوه المسيحيين. فجايه دي جايه تطلب ان تجيب ايه؟ مرتبه بتاعت اوضه النوم على العريس. طب ازاي؟ فكانت مفاجاه بالنسبه للناس اللي موقف واخد بالك، ففشكروا الخطوبه بسبب هذا المشوار. ازاي انت اوضه النوم كامله جايباها؟ يبقى المفروض تجيبيها كامله. فازاي ان تخلي العريس يجيب لك مثلا، كفايه العريس بيجيب باقي الشقه كلها حسن والله. تمام. تعالوا بينا نشوف الناس الثانيه ممكن تكون واجهت ايه في حياتها من الاسئله اللي هي اغرب حاجه معاك في حكايه الخطوبه انت فشكلت بسببها. حاجه غريبه مريت بيها وشفتها وسط الناس اني فركشوا بسببها الخطوبه. والله انا الحمد لله ربنا رزقنا بكي ما هو بالدنيا كلها. ربنا يخليه لحضرتك. يعني ما واجهتكش اي حاجه بالنسبه ان انت شفت حاجه اتنين فركشوا بسبب سبب غريب خالص؟ والله الخطوبه اليومين دول كأي شاب ما بيقدرش على انه يخطب ويتجوز ويكون شقه ويعمل خطوبه. اليومين دول يقول لك دهب 200,000 300,000. طب فين الشاب اللي معاه 200 300,000؟ ادي كل المشكله. انا عم بترني معاك. بتيجي برضه في مواقف يا ريس ساعات بتطلب طلبات. ركز على عمك ترني، مش يعني فوق المعقول يا عمو. الزمن اللي احنا فيه دلوقتي بنقول ولد وبنت. طب انت حضرتك على زمنك كانت الخطوبه اجواءها ازاي؟ لا طبعا الخطوبه انا باخذ يوم ما خطبت ب 2000 جنيه دهب بس. وكانت لا مؤاخذ الناس شايله شيء. لكن وقت انا دخلت لا مؤاخذ بابور الجاز. لكن دلوقتي انا عندي مكان البوتاجاز 3. فكان الغسالة العادية تجي على الطماطم. فيعني تطورت الأيام وانتهت، بس برضك سننا ووقتنا يختلف عن وقت حاليا. الجو اتغير، غيرت الناس. الظروف المادية الحياة حاليا دلوقتي واخد بالك مغيرة الجو بتاعها. الحياة بقى لونها بمبي.